علاج الكسل في هذه النفس، النفس الكسلانة، النفس الملولة. احنا قلنا علاج النفس الملولة بتجديد وتلوين الطاعات. طب علاج النفس الكسولة بالضغط عليها. سيبك من اي كلام تاني يتقال، بالضغط على النفس وارغامها بالعمل. النوم خميرة النوم، والكسل خميرة الكسل. قلت قبل كده الراجل اللي هو جاي يقول لي يا شيخ انا عندي فتور. طب انت يعني عايزني اصلي لك؟ اصلي عنك يعني؟ اسقيك الدواء بالمعلقه ببقك؟ قوم اتحرك صلي اقف. اذا كنت رجلا فقف او مت. دايما بضرب مثال بغلام اصحاب الاخدود، ان الداعية لا يفر ولا يقر ولا يستقر. غلام اصحاب الاخدود لما بعتوا الملك قال لهم خدوه فوق الجبل، يا يكفر يرموهم فوق الجبل. قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فتدهده الجبل ومات الجنود، دايما اقولها كده، ها، وهرب الغلام، لا ورجع يمشي الى الملك. كان يقدر يهرب، الجنود اللي كانوا مكتفينه وشايلينه لفوق ماتوا. يقدر بقى هو يتوكل على الله ويشق طريقه ويروح يشوف له صومعه يعبد ربنا فيها؟ لا، ده صاحب هدف ما يتخلاش عن هدفه. رجع يمشي الى الملك. قال الملك اين اصحابك؟ ما سمعتوهاش القصه دي قبل كده وانا بقول اصحابك؟ هم اصحاب مين فيهم؟ بس الملك اتبرى منهم، بيقول له اصحابك، ومش اصحاب الغلام، ده اصحابك انت، ماتوا. فالشاهد ايه؟ انه راجع يمشي الى الملك. مفيش كسل بقى، صح؟ هي دي علاج الكسل، ان تكون صاحب هدف، صاحب غاية، صاحب رغبة، صاحب همة، عايز حاجة معينة. سبحان الله العظيم، ما تخليكش تنام. تنام ليه؟ تنام ازاي؟ ويجي لك نوم امتى وانت عندك هدف بتسعى اليه عايز توصل له؟ فلذلك علاج النفس الكسولة ان تكون صاحب هدف، والضغط على النفس لكي تقوم.